الكسور والله في منها كذا نوع. في مثلا عرضي، في كسر طولي، في كسور كتير جدا، في كسر بسيط. انا مش هشغلك بانواع الكسور دي كلها. انا بس كل اللي عاوزه منك ان انت لو حصل حادثة قدامك او حد اتكسر لا قدر الله، ايه التصرفات اللي انا هعملها. انا شفت حد اتكسر لا قدر الله، لازم اشوف درجة الخطورة بتاعة الكسر. بمعنى لو حد عمل حادثة وفي نزيف مثلا، هل ان انا اولى اشوف الكسر ولا النزيف؟ لا، النزيف طبعا. الكسر في نزيف، في نزيف في حتة تاني. طبعا اول حاجة بخش على اي حد، وده يعني ان شاء الله هنقوله في كل فيديو لانه لا غنى عنه. يمكن الحاجة الوحيدة المهمة ان الحد ده اليرت ولا لا. يعني ايه اليرت ولا لا؟ يعني مستجيب معايا ولا لا، صاحي ولا لا، هل مركز في اللي حاصل حواليه ولا لا. طبعا بعد ما بشوفه والله الحمد لله الشخص ده صاحي، عارف اسمه، اسمك يا فلان او يا فلانة، تاني حاجة بعملها انا بخلي حد يكلم الاسعاف على طول. طيب تمام، عملت الخطوتين دول، بشوف والله الكسر خلاص مفيش نزيف والحمد لله وكل حاجة، ما بحركش مكان الكسر خالص. بحاول اشوف حاجة ثابتة. لو مثلا الكسر في الرجل والعيان مرمي في الارض، بشوف والله حاجة مثلا تكون خشبة ثابتة او ناشف على في الارض، في البيت جنبك، في اي حتة عندك. يعني حاول تتصرف في حاجة ناشفة عشان الشخص ده يبقى عليها وما يتحركش. بالذات موضوع الحركة ده لو حد عنده إصابة في ظهره أو عمل حادثة وظهره متصاب أو اتخبط في ظهره أو وجع على ظهره قدامك أو أي حاجة حصل فيها موضوع الظهر ده. ليه؟ لأن العمود الفقري والحاجات دي لو اتحركت من مكانها حاجة، يعني لو حصل خلل أو حصل إصابة أو كسر والكسر ده ضغط على الحبل الشوكي، ممكن الكسر ده في المستشفى يتعالج والضغط اللي عمله او التأثير اللي عمله الضغط على الحبل الشوكي يروح، او ممكن يتعالج بأي شكل. او على الاقل لو عمل ضرر خفيف انت ما تزودش الضرر ده، بل الاسوأ انت ممكن تتسبب ان انت لو حركت حد عنده اصابة في العمود الفقري ان انت تسبب له شلل كامل او تسبب له اصابه. وانت يعني انت مش قصدك، انت في نيتك ان انت تساعده، بس الطريقه ازاي الصح؟ ما تحركش الشخص المصاب اصابه في العمود الفقري تماما. كل اللي انت ممكن تعمله ان الشخص لو نايم على الارض تجيب اي حاجه ناشفه زي ما قلنا في الكسور عموما وبتنقله عليها بشكل معين. ايه الشكل ده؟ بتجيب شخص يمسكه من اول اعلى اذنه لحد الترابيس او لحد الكتف، تمام، او شخص يعني من اول رأسه تمام لحد اخر الرقبة. بعدين حد تاني ماسك الكتفين ويكون يا ريت الجزء ده كله، وطبعا تتأكد ان مفيش كسور برضو في الحتت دي كلها. وبعد كده حد من الوسط تمام او الحوض، وحد من الارجل تحت خالص عند الانكل. طيب جبت الناس دي كلها، نمسك كويس يا جماعة، 1 2 3، وبتنقلوا في الحاجة الناشفة أو اللي اتكلمنا فيها. طيب لو أي كسر تاني في حتة تاني، كسر في الدراع مثلا أو كسر في الرجل، لو معاك حاجة تثبت بيها أول المفصل وآخر المفصل في المنطقة اللي فيها الكسر، تمام، يا ريت خير وبركة. بحبل بقى بأي شيء، أهم حاجة نوصل لحتة إن الكسر اللي في المكان ده ما يتحركش عشان ما يعمل ليش أي مضاعفات. لو انت وصلت متأخر والله بتشوف هل في زي ما قلنا نزيف، هل في ورم، ألم. برضو خلي بالك أغلب الإصابات حتى اللي أنا شفتها قدامي والحوادث اللي حصلت قدامي، يعني أول حاجة مفيش ألم، الوجع ده ما بيحسش غالبا. برضو في حالات بيبقى الألم بيبقى فيه تنميل ممكن، ونلاحظ برضو التنميل ده هل ظهر بعدين استمر، ولا تنميل بعدين حصل ورم تورم، تمام، ولا حصل مثلا تورم بس ومفيش تنميل، ولا الألم زاد وشديد جدا ودرجة الألم ده ايه. طيب من الكلام ده كله زي ما قلنا هتتصرف ازاي مع الكسر نفسه، وزي ما قلنا قبل اصلا ما تروح للحالة هتعمل لها تقييم مبدئي ازاي، وتكلم الاسعاف وتتعامل مع الكسر بالطريقة اللي قلناها. انت كده
عملت كل الخطوات المطلوبه ان الشخص ده يتنقل المستشفى عشان نحدد ايه الخطوات اللي ممكن نتخذها معاه. معلومه مهمه، ما تتصرفش في اللي هو كسر بخلع. ليه؟ اولا الخلع او تحرك مكان العظمه من المفصل او تحرك المفصل ده مش هيبان لك قدام عينيك كده، ده لازم له اكس راي او لازم له MRI او لازم له CT، لان مستحيل تعرف. انت كل اللي هتشوفه ان العظمه دي مش في مكانها او ان المفصل ده مش في مكانه. والله انا عارف ان انت شفت فيديوهات ناس بتحركها مكانها، وانا عارف ان انت شفت رياضيين اثناء الماتش المفصل اتحرك من مكانه وحد دخل بكل شجاعه وشهامه ورد له المفصل مكانه. انا مقدر ده كله، مقدر الشجاعه اللي انت عاوز تعملها والواجب اللي انت عايز تعمل مع المريض ده، بس ابوس ايدك بلاش. ليه؟ لان انت ممكن تسبب مشاكل اكبر بكتير بالذات في الركبه. بالله عليك، عشان موضوع الرباط الصليبي والقطع والتهتك والحاجات دي كلها، لان انا شخصيا حصل معايا الموقف ده، فبلاش. طب نتعامل معاها ازاي؟ نفس تعامل الكسور بالظبط، نفس التعامل بالظبط. وهو في اجراء برضو بيتخذ، انا برضو مش هقول لك عليه، اللي هو اجراء مبدئي لموضوع الخلع ده، لو هو انطبق عليه التيبيكال كلينيكال بيكتشر بتاعته اللي هو الخلع السليم اللي ما فيهوش اي حاجه، وبرضو والله ما بيتعرف.